معكم اكيد في هذه الحلقه حلقه جديده من برنامج هذه هوايتي، ومن بين الهوايه وراي واضحه تربيه الدياي، ولكن مو اي نوع من انواع الدياي. حلقتنا اليوم بالكامل راح تكون عن هواة تربيه الدياي العربي المميز اللي انا بسميه اليوم الدياي الفي اي بي. خلكم معانا، اليوم معانا ضيفين مو ضيف في برنامج هذه هوايتي، تابعونا. واكيد مثل ما قالت الملكه هدى حسين الفنانه الجميله، ديايه تبيض ذهب. بصراحه شيء غريب. احنا نبدي معاكم حلقه اليوم مع احد مربين الدياي والدياشه الغاليه. يمكن حلقتنا اليوم تتكلم عن هذه الهوايه اللي صارت من هوايه لتوفير اللحوم والبيض الى هوايه فيها جماليات وفيها مصاريف حيل غاليه. يعني دياي اليوم معانا واللي دياشه في اي بي نقدر نقول، يمكن جوازات بعد. مساك الله بالخير. مساك بالنور فيصل، حفظك وشكر خاص حق تلفزيون الكويت قناة الثالثة على هالبرنامج الطيب هذا. حبيب قلبي، هذا البرنامج دائما يدور الهوايات الحلوه، الامور اللي نقدر نقول اللي تستاهل ان الواحد يسلط عليها الضوء. فلما عرفنا ان في عندكم دياي غالي وامور خاصه بهوايتكم في لها تصنيفات وامور خاصه فيها، فقلنا لابد يكون معنا حلقه هنا بالكامل مع مربين الدياي الفي اي بي. نبدي معاك الحلقه اليوم اخوي محمد الشيخ ابو عبد الله، ونتكلم عن متى بلشت في هذه الهوايه. بلشت فيها يعني متواصل من 2008. نعم، قبلها كانت مجرد هوايه، يعني على قولتهم تربيه بيت. ابي انا سالفه البيت. يعني البيت شلون صارت معك؟ كم كان عمرك؟ من اللي خلاك تحبها؟ نعم، انا الوالد طبعا الله يحفظه ويطول بعمره ويا شو اسمه بعد الاهل والجماعه والجيران كلهم يحبون سالفه شو اسمه، يعني الحيوانات مع الحيوانات، يا تربيه مثل الحمام او تربيه مثل الدياي. وعارف يعني بيئتنا الكويتيه الوالد شو يحب بالضبط؟ الحمام. نعم. او يعني لا حتى عامه يعني حتى الدياي، بس انه اكثر شو اسمه يعني مجال الحمام. اللوت. نعم اللوت. اشعل بريشه هذه. بس انه يعني خاصه البيئه الكويتيه يعني عارف ان العالم تحب الدياي وتربيه الدياي والحمام. البيض هاي الاكل مال الاكل او سالفه شو اسمه مثلا البيع مال البيع او شكل. نعم حق البيض. ناس ما ناس وانا اساعد. نعم. بدايتي كانت تقريبا يمكن عمر تقريبا 10 سنين او 12 سنه. اول يعني كانت بدايه بسوق الحمام يعني مع الوالد. يوريني هالحمام الدياي، عارف اي ابوي يودي مثل عياله حق الاماكن هذه، لان اليهال يحبون هالحيوانات. زين، هو كان يروح حق الحمام. نعم. وانت عيونك كانت تروح على الدياي. ايش معنى يعني؟ شكلها احلى. نعم. وبالدراسه كانوا يدرسون البيض وما البيض والدياي ما الدياي وهديك هذا اللي حاطين على الكشكول. بالضبط. نعم. وعقبها رحت هناك. خلينا الحين بالسوق. رحت هناك، تذكر اول دياي او ديك شريته؟ تقريبا متى كان يمكن 3 دنانير. عزتها ب 3 دنانير. ايش اسمه 3 دنانير؟ 3 دنانير اي سنه؟ 2000 شو اسمه مو 2000 بعد التسعينات؟ التسعينات يعني كانت وايد. 89 88. اي نعم. 88 او 89. اي نعم. نفس الشباب يعني. شباب يا فيصل. والله. اي نعم. استمرت فيها تقريبا يمكن قبل الغزو. وبعدين وقفنا. ردت مره ثانيه ورا الغزو تقريبا ب 92 93. هم حطيت لي يعني مثل الحيوانات الطيور ما طيور حب والسوالف هذه بلابل. عقبها فتره ارد اشوف يعني مثلا شو اسمه هالدياي ما الدياي، بس ما ينبض مو دياي. لا بس كانت بوقتها يعني بس يعني كمنظر. 2008 هني اللي دشيت بهالمجال هذا، لان كانت الهوايه تستقطب يعني شو اسمه فئه من الناس. لها جمهور
صار لها جمهور، لها شو اسمه. بس مو الدياي العادي ابو عبد إيه. الله، خلينا نحدد دياي نعم. نقدر نقول من نوع خاص، النوع مواصفات الخاص. خاصه. نعم. نتكلم بعد شوي عن نعم. المواصفات. فصار في جمهور لهذه الهوايه نعم. بال 2008. انا اللي اعرف ان انت ايضا مصور نعم. فوتوغرافي ومحترف، الله يمكن فزت في او كنت احد المصنفين ال 17 على مستوى العالم الله في يسلمك. مسابقه حمدان بالمكتوم. بالمكتوب. اي نعم بالمره. اي فما شاء الله عليك، يعني الله يسلمك. هوايات متعدده، الله يخليك. ولكن من الاقرب حق قلبك التصوير ولا والله الاثنين. الاثنين؟ اي نعم. صعب. كل يقول واحد راعي بالي كذاب، ما ادري اي إيش هذه، رأيك أنت؟ بس انه هذا له مجال وهذا له مجال. حلو. اي نعم. سمعنا ان انت تربي ديايك بالوفره، احنا إيه نعم. موجودين في شبت اكيد. إيه نعم. شو الفرق يعني؟ هل في فرق لما الواحد يربي يحط الدياي بالوفره عن شب؟ وهو ما في فرق، المكان يعتبر مكان نفس الشيء، مكان واحد، بس انه خاصة منطقة شبد منطقة حيوية. بيت حتى يكون صوت الالعاب الناريه. اي وخرب علينا. قاعد نصور يا جماعه في يوم 1/1/2015. إيه نعم. هذا يوم تصوير، فالعوائل والناس محتفله ومستانسه بشبت. يا رب إيه. الله يعود عليكم ان شاء الله آمين كل يا رب. سنة آمين. وكل خير. اي مسألة الأماكن تحدد أن منطقة شبد تقدر تقول فيها مركز جميع الهوايات. كل شيء. اي نعم، ومركز يعتبر مركز تجاري، يعني السوق المالي التجاري هذا مركز مالي. البورصه مالت بورصة الحيوانات موجودة في بشبد. اي نعم. مكان حيوي، في تداور شو اسمه اهل حلال مال الحلال، زيارات ما زيارات، يعرفون شو اسمه مثلا مثلا المكان الفلاني هذا عنده والله حلال زين، هذا عنده حلال زين، فيتداورون الحلال بينهم بين بعض. والوفره؟ الوفره منطقه شوي مو صاده عن شب، بس انه هم قامت تدش ناس فيها ايه تربي هالحيوانات هذه زين، وصار فيها سوق، بس السوق الاساسي هو منطقه شب. زين، تربيه الدياي اي نعم. يعني في الوفره تفرق عن شبت؟ هل لا، المنطقه لا. نقدر نقول لها تاثير على التربيه ولا عادي؟ له تاثير بالتربيه من ناحيه الامراض، يعني خاصه حلو. منطقه شبد من كثر الحلال اللي فيها تعتبر منطقه مثل موبوءه. يعني ليش؟ عشان يعني فيها وايد حيوانات، وايد حيوانات ويم بعض. اي، وحتى يعني هيئه شو اسمه الزراعه والثروه السمكيه، يعني مو مقصرين بهالشيء هذا، زين قاعد يسعون انه مثلا شو اسمه يحافظون على مثلا الحيوانات هذه من تربيه الابل والغنم وش اسمه والطيور ما طيور. نعم. بس ان عندنا احنا بعد هم مشكله شو اسمه البلديه، ان العالم قاعد يقطع شو اسمه الحيوانات الميته والنافقه برا، فهذه كلها اي فيروزات وهذا. اي نعم. حلو. شلون تتعامل مع الامراض اللي تصيب الدياي؟ يعني كونك انت مربي وانت نعم. عندك يعني الامانه يا جماعه، لين ما وصل حق موضوع الاسعار، نعم. لكن الدياي عندك حيل غالي. اي نعم. فشلون تتعامل معه؟ هل صار عندك خبره؟ هل في اماكن في مضادات نعطيها شو اسمه مضادات وادويه وغايات نعطيها مثلا شو اسمه الحلال. حلو. الشغله الثانيه حتى لو انا بدخل مثلا شيء من برا، يعني من شخص ثاني، لازم انه مثلا اعطيه شو اسمه هالمضادات هذه حق الشغله اللي داشه على مكاني زين، اساس انه اجراء احترازي. اي. وتعزلها ولا تحطها على لا اعزلها على كتر، او انه ادخلها بس انه يعني مكان زين خاص فيها. او انه اسال راعي الحلال مثلا طعم في مرض في شيء، وهم اشيك عليها اذا فيها مرض لا ما ادش. الحين ناخذ فاصل وراح نتكلم بعد الفاصل هذا عن اكثر الامراض نقدر نقول فتكا الدياي الموجوده في الكويت، وتعطي معلومات حتى يمكن اللي يربي حيوانات او دياي يعرف المعلومات هذه. فاصل نواصل معكم الحوار مع ابو عبد الله محمد الشيخ والمعلومات الكثيره عن هذا الموضوع تربيه الدياي الفي اي بي. موجوده في لا هو برا. اي نعم. بس الاغلب الامراض اخوي مشعل تقريبا نفس الشيء، وهو شو اسمه في مرض نيوكاسل، في مرض نيوكاسل. اي نعم. اي نادي هذا، بس انه صار مرض عندنا. عندك بعد امراض التنفس، امراض مثل الكنكر، امراض مثل شو اسمه الكنكر يصير مثل شو اسمه مثل نفس الدمل او نفس الغي يكون داخل مثلا شو اسمه البلعوم داخل العيون زين. اي هذه امراض بعد هم لازم الواحد يعتني فيها. اي نعم. فوز الطيور هالشغلات هذه بطريقه وقايتها يمكن سهله، بس من ناحيه شو اسمه الادويه اللي تعطيها حق الدياي، بس ان نيوكاسل هذا يعتبر مثل وباء الطاعون. اي نعم. نفس الطاعون. اي نعم. هذا الله يشافي يا رب.
هذا المرض يعتبر من شو اسمه الامراض اللي يعني ما لها علاجات، يعني علاجها انه من ناحيه التطعيم وتنعزل او تنشال الحبه ويعدي بسرعه ولا؟ اي نعم. يعني ممكن المرض هذا يذبح كل الدياي؟ يذبح كل الحلال فجاه كذي. اي نعم، الا في شيء اسمه مثلا الحلال اللي يكون في مضاد داخل جسمه إيه؟ يعني باعمار كبيره يكون عنده المناعه اقوى. مناعه اقوى. اذا كان عمره مثلا تقريبا فوق سنه ونص او سنتين، هذا يكون يعني في مناعه من الله سبحان الله. يوخر ما يحوش المرض. اما اللي اعمارهم من سنه واقل هذا مناعتهم تكون ضعيفه. اي نعم. اي نعم. هذا احد المربين شرى ديتش اللي احنا نسميه فحل، شراه ب 3800. ليش؟ 3800 دينار؟ اي نعم. ممكن حوسه طبعا اكيد يعني بسم الله على المربي وديكه مرض نيوكاسل مثلا. اي نعم. ليش 3800 دينار؟ هذا اكيد الحين هذا لسان حال اللي قاعد يشوف. اي صح. وهو اخوي مشعل طبعا الهوايه اللي بالكويت قاعده تتم الحين من ناحيه يعني شو اسمه الحيوانات الموجوده كلها كامله. نعم. في فئات من البشر مثلا يختصون من ناحيه الغنم والغنم والغنم ايوه اسعار غاليه. في ناس تقول لك انا ليش اخذ مثلا خروف مثلا ب 70000 في صقر وصل 120,000 نعم. اي نعم و210. لا انا اقصد بالدياي اي بالديتش هذا الله يسلمك مثلا الفحل هذا طريقه جسمه طريقه ستايله شلون؟ عطني تفاصيل حتى انا يكون الله يسلمك. هذا اقول في شغلات لما تشوفها تكون هذه مميزه، يعني مثلا لما احط لك انا مثلا الحلال كله الدياي كله تقول لي هذا غير عن الباجين، هذا تعتبر نادره الوجود او شو اسمه يعني تطلع طفرات طفره جينيه فتكون مميزه. اذا ممكن الطفره هذه تنتقل حق حتى اي نعم تنتقل حق شو اسمه حق مثلا اي نعم تتغير. وهذا الحلال الحين موجود الحين عندنا الحين حاليا غير تقريبا قبل 8 سنوات من دشينا، وغير قبل تقريبا يمكن 10 سنين او 20 سنه. انتم تجنونه ولا هو سبحان الله يعني يتطور مع في ناس لها الفضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى انه طوروا الحلال اللي حاليا عارفين شلون يركبون. اللي يبون ديش من نوع معين او طريقه معينه او جسم معين الا ديايه معينه زين يركبونهم على بعض تطلع لهم الاجسام اللي يبونها الشغلات اللي يبونها زين لا ما وصل الحال فينا الحين الا ان الحلال تم على ما هو عليه. لا شو اسمه القادم ان شاء الله يمكن سبحان الله تعالى يمكن يغير الاشكال هذه. والدياي العربي مو دياي حق اكل نفس مثلا شو اسمه الشركات اللي موجوده مثل دياي الماكينه. لا الدياي يعتبر دياي لحمه قامج. اي نعم. عرد مو عرد تقدر تاكله بس انه لون اللحم خلي الواحد ما يتقبله. اي نعم. بس انه فوائده يمكن اكثر من شو اسمه. يعني ايضا في فائده. اي نعم. ممكن لما اكل ديك اي نعم لان هذول كلها تقريبا عور قلب ادري. بس انه الحلال شو اسمه الثاني مثلا شو اسمه دياي الماكينه هذا يعتبر دياي كله كيماوي ما كيماوي. نعم. غير عن اللي متربي على العلف الطبيعي. العلف الطبيعي او حتى شو اسمه طريقه شو اسمه الكورسات ما الكورسات هذه كل ما اخذها مثلا الحلال زين تشبع فيها المواد هذه موجوده. عندي سؤال اخير من وقت البرنامج انت عارف اللي ورانا بعدين من ضيف اخر امر فيك الله يخليك مربين معروفين بالدياي. انتم لما تفرخون الدياي تخلون الدياي تفرق على البيضه ولا لا مكاين. اي نعم. ما تخلونها نهائيا. لا المكاين هذه اسعارها غاليه. في اسعار رخيصه وفي غاليه تبدي تقريبا من ال 40 دينار لغايه تقريبا يمكن حروه ال 500 600 دينار. فاللي يقط على 3000 دينار يقطها. اي نعم. ان شاء الله غالي ولا رخيص؟ اكيد غالي. اكيد يعطيك العافيه. الله يعافيك. اغلى ديج وديايه وصل بالسعر عندك كم صار؟ في ديج وصل 2000 دينار كسوم وكبع في شو اسمه افحل عندي باعت ب1000. انا سمعت انك ما تبيع الحمد لله. لا والله البيع فرج على قولتهم زين واللي الله كاتبه يعني حق الواحد ياخذه. اخذت من عينه ولا انت ولا شنو؟ لا الحمد لله العين حق بس الحمد لله ربك الحافظ. طبعا المعلومه وصلتني من مخرج البرنامج اي احمد العلي والله نعم فيه عنده حلال يعني هم هو ايضا احد المربين فطاح له. يعطيه العافيه. الله العافيه ابو عبد ما قصرت يا اخوي مشعل الله يسلمك. اكيد اللقاء كان معك ممتع والله. ان شاء الله يا رب نشوف الديك اللي عندك يوصل 4000 ان شاء الله دينار الله وراعي نص سالم. تعال رفع عليك يا اخوي مشعل مشكورين لك معك.
مكملين معاكم مرة ثانية هذه اللقاءات الجميلة في هذه الهواية الأبرز، احنا سميناها الدياي الفي اي بي، ولكن هو الدياي العربي المميز. معنا الحين أكيد المربي أبو حمد بشار المنيع أكيد، وناخذ منه معلومات كثيرة عن تربية الدياي الفي اي بي العربي المميز. أبو حمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا هلا فيكم، مرحبا فيصل، واشكر تلفزيون دولة الكويت القناة الرياضية الثالثة على هالبرنامج الطيب والحلو، والشكر موصول لك حبيبي وفيصل والمخرجنا احمد العلي اللي ايضا يربي دياي بعد. ايضا يعطيك العافيه. طبعا انا اشكرك على الاستضافه الجميله هذه في هذا اليخور الخاص فيك، اللي فيه مجموعه كبيره من الدياي المنوع والغالي الفي اي بي العربي المميز. والله انتم اللي منورينا والله حبيب قلبي. البدايه بدايتك ابو حمد في مجال تربيه الدواجن او الدياي العربي المميز، متى كانت؟ والله من صغر صراحه حلو. احب هالشيء. حلو. طيب، واستمرت يعني ما شاء الله طبعا مع العمر، ولين شوي شوي الواحد يعني تمكن فيها، وتالي تدري يعني فترة البيوت صارت يعني الواحد يوم كبر وكذي تربية يعني انت البيوت. بديت في البيت، ربيت الدياي في البيت؟ اي طبعا بالبيت. وليش ما كملت في البيت؟ يعني ارخص؟ طبعا لا، ما في بالبيت فلوس خاف فيها ازعاجات مثل من الجيران. اي. وتدري يعني شوي هم المكان يحكم يعني بالنسبة شلون كان الازعاج؟ للتنظيف. لا عاد الجيران ما يحتاج يعني يعطيهم العافيه اكيد زين إيه. متحمله، بس ايش أيوة. كان يصير مثلا حتى نوضح حق المشاهد شو ممكن يصير؟ والله يعني في شغلات تصير يعني على قولتهم يعني منها مضحكه ومنها لا والله عطنا محزنه يعني. المضحك يعني نضحك مع بعض. مضحكه يعني مثلا تلقى على قولتهم تفتل الديايه او شيء تطلع مثلا إيه. سطح. إيه. وين بتروح بعد؟ ما لها الا على قولتهم يا الحوش يا السماء. اي. فتلقاها ابد يا بيت جيرانك مني ولا مني. ومتاذين فيها. فاي شطولك ايش عرضك تطق الباب ديايتي ولا يعني اي. عدل اخذ رده الفعل عاد يعني من صاحب البيت، انت طاق علي الظهر ولا مثلا قاعد بالقايله وانا تعبان. تقول لي ديايتي ولا هذا، فتصير يعني شوي. فانت كذي قررت انك تبتعد عن تربيه الدياي في البيت. نعم. كان اي سنه الكلام هذا؟ والله تقريبا من 96 او 95 حلو. تقريبا. والحين 2014 تقريبا حوالي مده طويله يعني أي. 4 على 10 على 4 18 سنه. أي. دشينا الحين 19 سنه ما شاء الله عليك. اي نعم. كان عمرك كم تقريبا؟ والله البدايه معك. والله شوف انا حبيتها من صغري اي. يعني اذكر ايام ما كنت يعني بالابتدائي مثلا. ترى انت شباب ادري فيك يعني لا لا بعد صغير لا إيه ادري ما شاء الله عليك. إيه. فيعني من زمان من زمان اكثر من 19 سنه حتى. اكثر احب يعني فيني حب للتربيه، او فيني حب خاصه يعني اني اربي مثلا اعزكم الله الحيوان، اشوف انتاجه، اشوف يعني عياله وكذي، تعرف على خطايا العالم الخاص فيه. اي وطرق الرعايه فيه. حلو. هذا شيء حلو يعني. بديت بالدياي ولا بشيء ثاني؟ والله بالاثنين، بالدياي وبالحمام. الحمام. اي. بس منو كان اول شيء اللي اقرب حق قلبك؟ الحمام ولا الدياي؟ الحمام. وللحين مستمر في تربيه الحمام لا ولا؟ والله. ليش؟ لا والله يعني عندك الحين خاصه بوقتنا هذا صار شوي الالتزامات زادت. من اي ناحيه؟ من ناحيه اجتماعيه طبعا. اي اكيد. الالتزامات زادت، يعني الدوامات، المدارس العيال، خاصه حتى يعني الله يعطيهم العافيه مثل البلديه بخصوص الوقت اللي هو حق خاصه بس بالموسم لك إن الواحد يطير في الحمام. نطير فيه الحمام بالبر. إيه؟ فالوقت صار ضيق. نعم. وفوق ضيق الوقت هذا عندك ضيق الالتزامات اللي انت فيها. ليش الحمام يحتاج نقدر نقول رعايه اكثر من الدياي، اكثر من المخلوقات الثانيه؟ طبعا لان هوايتها هي مبنيه على نهار. على نهار. فلازم كل يوم انت موجود. من تطلع النيمه لين تغرب مجابلهم. هذا اهل الحمام عارفين هالشيء يعني. الدقيقة محسوبة عليه. وخل سالفة اذا الحمامة طارت انحاشت هذه عاد وراحت فلوسها. اي الله يعينهم. واسعار الحمام نقدر نقول حيل غالية. شيء غالي نعم. في وصلوا كم؟ والله بالالاف طافوا يعني طافوا ال 20,000 ما شاء الله. يعني هذا اللي اشكره يعني. والدياي كم وصل؟ الدياي والله ما شاء الله يعني طبعا تفاوتت بين فترات اسعار. اي. طيب لكن اذا بنتكلم عن وقتنا هذا الاخير، نعم ما شاء الله في اسعار ما شاء الله يعني فوق الممتازه. يعني وصل منهم ديج تبارك الرحمن انباع من قبل فتره حق اخونا احمد الحمود عسى الله يبارك له، ونعم فيه، بقيمه 3800. 3800 حلو. صارت في بيعات مثل حق مثلا حق مربين يعني ثانيين غيرهم. نعم.
ما شاء الله هم في بيعات طيبه، في بيعات ممتازه. زين الديج بس ينباع غالي ولا ايضا ديايه ممكن تكون نفس السعر؟ يعني لا، هل هم الديايه اغلى ولا لا الديج؟ لا، هم الديايه تاخذ لها حق اذا طبعا اذا اكتملت المواصفات الطيبه فيها. شنو الافضل يعني عند المربي يشتري ديج غالي يسوى ولا ديايه غاليه تسوى؟ والله شوف، المربي على قولتهم هم انواع. مم. المربي الشاطر بالنسبه لوجهه نظري يعني، ايه المربي الشاطر يشتري الاثنين، الاثنين، يشوف وين النقص عنده إيه؟ ويكمله، زين. سواء بديايه او بديج. فرضنا المربي نوعا ما مش شاطر وايد مثلك. لا ماني شاطر انا والله. لا ما شاء الله عليك، لا لو والله شاطر لا مبدع في في مجالك إن شاء كما الله. يناكني. لا والله في ناس احسن مني ان شاء الله. ما شاء الله. ايوه فيعني انت تقول ان الديش وديايه تقريبا نفس السعر، ما يفرقوا عن بعض تقريبا. بالسوق. اي نعم. يعني ممكن حتى ديايه تنباع 3800 في المستقبل. والله لا، احد الان ما وصل السعر هذا. ما وصل ما حق ديايه. حق ديايه بس حق ديش يعني وصل. في دياي يعني انباعوا مثلا من قبل فتره بعث لي ديايه ب 550. ما شاء الله. اي شراها اخونا حمد الدوسري عسى الله يبارك له. عليه بالعافيه. اي والله توصل اسعارهم شوي حلوه الدياي، بس انه بالقيمه الديش هذا اللي انباع قبل فتره لا. نعم. ما وصل. زين الحين انت قاعد تصرف نقول شهريا مبالغ وقدرها، حاط لك نعم. مكان بالاضافه الى شخص ايضا يشتغل عندك يتابع معاك الدي اي. هل الهوايه هذه من خلال البيع والشراء والتربيه والتفريغ هل قاعد تعوض لك الفلوس تصرفها؟ لا هل والله. في معادله؟ لا والله صعبه. يعني لو نقول يعني بنسبه مئويه مثال ابو فيصل، بالشهر كم تعوض لك؟ ما هي بمقياس صراحه. يعني شوف، يعني تيك فتره تصير رزقه من الله. لا اله ساعات تبارك الرحمن لا، يعني تسد مصاريفك بالبيع. شهر ولا شهرين ولا ثلاث؟ عاد رزقة الله، شهرين ثلاثة لا إله تبارك إلا الرحمن. اي اي ساعات لا والله، يعني تلقى انت اللي قاعد تقطه من جيبك، بس انه يعني قاعد تصرف حق شيء انت هاوي حق حابه. قلبك، حق قلبك. اي لكن احنا اللي استغليناها نفس الوقت قاعد نمارس هوايتنا او الشيء اللي نحبه، ونفس الوقت نحاول نطوره ونهتم فيه ونتميز فيه، بحيث نعم. انه يعني تصير هي وناسه وهي فائده. وانتم ما شاء الله عليكم متميزين في مجالكم، يعطيكم العافيه. بناخذ فاصل وعندنا الكثير والكثير من الاسئله بعد الفاصل. توكل تابعونا. توكل. مكملين معاكم ولا زلنا مع ابو حمد مشار المنيع وحوارنا الممتع عن الدياي العربي المميز الفي اي بي. ونكمل الحوار. يمكن انا عندي سؤال هنا، يعني صراحه حط المعد يعطيه العافيه حيل يعني فكرت فيه. كل هوايه لها نقدر نقول سلعه لها ميزه وعيب. نعم. شلون اعرف ان يعني هذه الديايه او هذا الديش مميز؟ لان انا بالنسبه لي لما المكان اشوف انه كلهم متشابهون، في قصير في طويل في عرف ما صاير. صح. فشلون اعرف ان هذه الديايه او هذا الديج مميز ويستاهل ان انا اشتريه او انه يكون غير مميز؟ تمام. في طبعا في مواصفات طبعا متعارف عليها عند حلو. مثلا الهواة والجنايه نفسهم، في مثلا بهوايه الدياي مثلا. دخلنا معاك العالم هذا اللي بنعرف. مثال بدش على قولتهم انا وياك بكل اريحيه. يلا نتمشى فيه. توكل على الله. في مواصفات مثلا اذا جينا مثلا للديج، الديج في مواصفات طبعا تنظر لها للي نسميه احنا العرف. العرف عندك شنو لازم يكون في العرف؟ شيء يكون يميزه. تقريبا نظيف، نسميه نظافه. شلون نظافه؟ مثل ما تشوف تلقى العرف مثلا لا تقريبا اللي يسمونها الحمتين الزايدين هذيلا. اي هذا التاج نفسه ماله. حلو. يكون من داخل يعني نظيف مرتب ملموم. في اسامي تطلق على بعض انواع الدياي حكم عرفها؟ لا نهائي. لا، هذه تصير مواصفات. عندك الراس. اي الراس مواصفات نفسها الراس. حلو. في مواصفات بالعين. حلو. حجم العين كل ما كبرت هدب العين، حتى يعني مع ان عيونها صغيره شلون ترتب لا عليها؟ تكون لها مثل هدب ونسميه واللي هو الجفن، المساحه الجلديه كحل ولا مكحل؟ اي المساحه كحل بعد سبحان الله. لا يصير هدب، نسميه هدب ويصير حلو شيء مرتب اي طبعا تلقاها عين تصير عين حلوه يعني. سبحان الله. تفرق. سبحان الله. عندك اللي نسميه طبعا الجفن، اللي هو المساحه اللي مثل ما تقول بالبني ادم الخد. ايه يكون ناعم ما في ريش. يعني كل ما يكون الجفن ناعم يكون السعر الدياي اي نظيف بدون ريش وكذي. حلو. له مواصفات. عندك اللي هو المنقار. بعد منقار. اي نفس الشيء شابهون. لا مو هذه هي.
حيل. شوف المنقار احنا ننظر له هم بمواصفات، كل ما قصر المنقار اي يعني كل ما قصر صار حجمه صغير وماخذ على عرض تدويره اي، صار اقرب واحلى واجمل. مع ان انا في بالي ابو حمد ان المنقار كل ما يكون طويل كل ما يكون الديك هذا قوي مثلا. لا لا بالعكس، ما له علاقة. لا لا هذا مال سوالفنا قبل. سوالف اي قبل. سوالف اللي لا تسوونها المجاول كلش. ايوه هذه اي، وبعد غير المنقار. المنقار هذا اذا احنا بدينا من فوق، تالي اتي حق الرقبه. حلو. الرقبه لها مواصفات، شنو مواصفاتها؟ اشكال، في رقبه تصير مقوسه حلو. على شكل قوس، وفي رقبه لا تصير مثلا سيده. حلو. طبعا هذه كلها مواصفات تختلف. في طبعا اللي الحين الربع اللي او منتشره يسمونها الهزه. الهزه، اي تعال الهزة. هذا السؤال، شنو يعني هزه؟ احنا نسمع عنها. الهزه طال عمرك اللي هي حركه الرقبه، تكون حركه بالرقبه. كل الدياي حركه رقبته. لا ابو فيصل، الشيء اللي يميزها هذه تبين واضحه. شلون تحس مثلا هذه ديايه اي مثلا تسوي كذي مثلا؟ لا 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 مو دوره، ما عين. هي دوره دائريه، لا عين. تصير سريعه وايد. التفاوت في شيء تصير على سرعه، اي، يعني سرعه ناعمه نسميها او هزه ناعمه لها جماليه. لها جماليه. حلو. وفي شيء لا تبين قويه واضحه، يعني على قولتهم مثل اللي يسمونه طق رقبه. طق رقبه. اي بس مو على جنب رقبتها، لا قدام. سيده. إي. طبعا الصدر، حلو. عرض الصدر، طريقه الصدر هم انواع ننظر لها، نفصل لها انواع. مثلا يعني الديك او الديايه يكون مثل ما نقول شنو معضل. ايوه، في حلو. حجم الصدر يكون عريض. الرقبه طبعا كل ما احنا الرقبه ننظر لها، طلعت الرقبه اي، شلون صارت مع الصدر، اي، هذه ننظر كل ما لها. تدلي ورا والراس قدام ايوه تصير. مع الصدر شلون يعني نمثلها باللاعبين الله يحفظهم كمال الاجسام شلون. بالضبط، كل ما لا يكون لا معضل شوف. متناسق. اي زين. عندك اللي هو الذيل، اي، تناسق الذيل، حجم الريشه. لون يعني- الريش لا علاقه. لا ما له علاقه، عادي يعني، ما له علاقه. مو مهم. هذه تختلف على حسب الجناي، في جناي يفضل لون معين، في إي. جناي ما يفضل لون. اي، هي اذواق. والريول لها علاقه في الموضوع الريول كذلك طبعا طبعا طويل حجم قصير. شنو يفضل؟ الطول مو مرغوب صراحه، الطول ما حد يعني يرغبه بالجناي. يعني اللي احنا نسميه بالكويت الديك الهندي ما له سوق. لا 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 مو صوبكم كلش. لا لا احنا مثل جناية طبعا اهل الله يذكرهم بالخير جناية الدياي الهندي. اي، لا هذا عالم ثاني. هذيلا عكس الدياي العربي مثلا من حيث اذا قلنا الطول، والشكل. الطول يبون الطول، اي، احنا لا ما نبي الطول، تبوا القصر. نبي القصر. حلو. يعني كل من ما ربعنا اي كل ما قصر وصار ساقه ناعم. عشان يعرفون القصر شيء حلو ترى يا جماعه. اي كذلك سبحان الله اللي هو احنا ننظر هم على الاصابع. الاصابع. احنا راح نكمل الحوار هذا، راح اروح معاك الحين ندش ونشوف حلالك ونعيش معاك اللحظات الحلوه هذه مع الفاصل والالعاب الناريه. توكل. طبعا طريقة عرضنا للدياي تكون بهالشكل هذا، تمام؟ اساس يعني اللي وده يعني يشوف الحلال او انه اللي وده ينقي او يدور مواصفات معينة، نعرض له مثلا على حسب المواصفات مثلا الشغلة اللي قدامه. طبعا يختلف المواصفات الديش الدياية طبعا على كذا شغلة. طبعا يتميز هذا في طبعا بالفراق، فراق نظيف، حجم الراس لا باس، عرض الصدر، الهزه هزته ما شاء الله زينه، الذنب، عرض الذنب وكثافه الذنب. تكون طبعا يكون العرض بالصوره هذه، بحيث ان الجناي او المربي اللي قاعد يدور مثلا شغله معينه يشوف يمر على كل واحد بالطريقه هذه ويشوف حلاله، يعني يشوف مثلا يعرض صاحب الحلال بالطريقه هذه للحلال، مثلا يعرض له مثلا الدياتشه بالدياي ويشوف على قولتهم الهاوي الحلال ان يازله شيء والله مثلا تفاهم ويا راعي الحلال على مثلا الشغله اللي يبيها من ديك او ديايه.
وبكذي وصلنا معاكم الى ختام حلقه اليوم في برنامج هذه هوايتي، ومثل ما عرفتوا معلومات كثيره عن هوايه تربيه الدياي العربي المميز، وكنا معاكم مع ضيفين مبدعين يعني يعطيهم العافيه على المعلومات اللي اعطونا اياها، بصراحه نوروني على امور كثيره. ليش؟ هذا النوع من الدياي يسوى الوف مؤلفه. خلكم معنا حلقات جديده في هذه هوايتي وايضا هوايات اخرى. مع السلامه.